بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأسأل الله جل وعلا بحوله وقوته أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا ولا للشياطين علينا سبيلا. وفي هذا الدرس نستكمل ما تقدم الكلام عليه في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة. وقد سبق القول بأن الصلاة تشتمل على أفعال متعددة وعلى أقوال، فكل ركعة في الصلاة تشتمل على 6 أفعال: قيام وركوع ورفع من الركوع والسجدة الأولى والجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية. كل ركعة في الصلاة تشتمل على هذه الأفعال 6. وتقدم ما يتعلق بالفعل الأول وهو القيام، وما يتضمن من واجبات ومن أركان وسنن. وبعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الفعل الثاني وهو الركوع، فقال رحمه الله: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع فيكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة، ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد، ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رواه مسلم. وأدنى الكمال 3 وأعلاه في حق الإمام 10، وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، ولا يقرأ في الركوع والسجود بنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا ما يتعلق بالركوع. فالفعل الثاني من أفعال الصلاة الركوع، وهو ركن بإجماع العلماء، وقد دل على ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ولما ثبت في الصحيحين من حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والركوع هو الانحناء. الركوع هو الانحناء، والمجزئ من الركوع أن ينحني المصلي بحيث تصل يداه إلى ركبتيه من شخص معتدل الخلقة، فليست العبرة بطويل اليدين ولا بقصيرهما. قالوا المجزئ في الركوع أن تصل يد المصلي إلى ركبتيه من شخص معتدل الخلقة، فليست العبرة بطويل اليدين ولا بقصيرهما. والركوع يتضمن أمورا عدة، منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة. فمما يتضمنه الركوع هو السكوت قبل الركوع، السكوت قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة، وذلك ليطمئن المصلي وليرتد إليه نفسه فيكون أكثر خشوعا في صلاته. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يستحب قبل أن يركع وبعد أن يفرغ من القراءة أن يسكت قليلا. فالسكتات التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى 3 سكتات. السكتة الأولى سكتة قبل قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، وهذه قال بها جمهور العلماء. والسكتة الثانية سكتة بعد قراءة الفاتحة، وهذه السكتة قد اختلف العلماء فيها. والسكتة الثالثة وهي السكتة بعد الفراغ من القراءة كلها، السكتة بعد الفراغ من القراءة كلها. ومن لا يرى مشروعية السكتة الثانية
ذكر بأن السكتة الواردة في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، ذكر بأنها السكتة بعد الفراغ من القراءة كلها، وقال بأنه حتى لو قيل بأنه يشرع السكوت بعد قراءة الفاتحة فإنها تكون سكتة يسيرة وليست طويلة، وذلك لأن عمران بن حسين لما سمع أن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين أنكر عليه ذلك، فكتب إلى أبي بن كعب فقال صدق عمران، فقال صدق سمرة. فدل ذلك على أن السكتة بعد الفاتحة هي سكتة يسيرة، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنها سكتة لا ينضبط مثلها، ولو كانت سكتة طويلة لقراءة المأموم الفاتحة لم تخفى على عمران ولا نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صريحا. إذن مراد المؤلف رحمه الله تعالى بالسكتة هنا هي السكتة بعد الفراغ من القراءة كلها وقبل الركوع، السكتة بعد الفراغ من القراءة كلها وقبل الركوع. فأصبحت السكتات كما ذكر 3 سكتات: سكتة قبل الفاتحة، وسكتة بعد الفاتحة، وسكتة يسيرة قصيرة بعد الفراغ من القراءة كلها. هذه هي السكتات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وبعد ذلك يستحب للمصلي أن يرفع يديه كرفعهما عند افتتاح الصلاة، فيرفع يديه للركوع كرفعهما عند افتتاح الصلاة. ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. فهذا هو الموطن الثاني من مواطن رفع اليدين. وكذلك مما يتضمنه الركوع قول الله أكبر، التكبير للركوع، والتكبيرة الركوع واجبة لأنها من تكبيرات الانتقال، وهي واجبة كما ذكر العلماء من الحنابلة رحمهم الله تعالى. ودل على ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على تكبيرات الانتقال، على تكبيرات الانتقال. ومما يتضمنه أيضا الركوع وضع اليدين على الركبتين، وقد جاء ذلك في حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه في وصفه لركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما وصف ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر: فوضع يديه على ركبتيه. وكذلك حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم المسيء صلاته ذكر في الركوع يضع كفيه على ركبتيه. وأما التطبيق وهو وضع إحدى الكفين على الأخرى فهذا منسوخ باتفاق العلماء، وذلك لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنكر على ابنه مصعب عندما رآه يفعل ذلك، وقال: كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. فالسنة في الركوع هو أن يضع المصلي يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه، يعني يفرق بين أصابعه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ودل على ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. ويستحب كذلك
أن يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض على ركبتيه، ولهذا قال الشيخ ملقما ركبتيه، ملقما يعني يديه ركبتيه. وقد دل على ذلك حديث أبي حميد رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، وفي رواية كأنه قابض عليهما. فأيضا يستحب أن يسوي المصلي ظهره، أن يسوي المصلي ظهره، هذه هي السنة وهي استواء الظهر. ويدل على ذلك حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال ثم هصر ظهره يعني ثناه من غير تقوس. وجاء في حديث آخر عن وابصة بن معبد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، ولكن هذا الحديث تكلم أهل العلم في إسناده. إذن السنة هي استواء الظهر في الركوع، السنة هي أن يسوي المصلي ظهره ورأسه يجعله مساويا لظهره فلا يخفضه ولا يرفعه، كما دل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع جعل رأسه بإزاء ظهره فلا يخفضه ولا يرفعه. وأيضا كذلك مما يستحب في الركوع أن يجافي عضديه عن جنبيه، فلا يلصق عضديه بجنبيه، وذلك لحديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه وفيه ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. فهذه جملة من السنن التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الركوع. ومما يتضمنه الركوع أيضا قول سبحان ربي العظيم، وهو واجب من الواجبات، وقد دل على ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وهذا الحديث تكلم أهل العلم في إسناده، ولكن يشهد له حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي أشار إليه الشيخ، وهو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وهل يتعين أن يأتي المصلي بلفظ سبحان ربي العظيم أو يجزئ أن يأتي بالتسبيح؟ من أهل العلم من قال أنه يتعين أن يأتي بلفظ سبحان ربي العظيم لأنه هو الذي ورد الأمر به، ومنهم من قال بأنه يجزئ أن يأتي بالتسبيح في الركوع، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأما الركوع فعظموا فيه الرب، ولورود صيغ متعددة في التسبيح في الركوع. فقد جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وجاء أيضا أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ووردت أيضا أذكار أخرى تقال في الركوع. فلهذا قال بعض أهل العلم بأنه لو أتى بالتسبيح في الركوع من غير صيغة سبحان ربي العظيم وأتى بالصيغ الواردة فإنه يجزئه ذلك، ولكن لا يقرأ القرآن في ركوعه ولا في سجوده كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. فقد جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما السجود أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. والمجزئ في الركوع
من التسبيح أن يأتي بمرة واحدة، إذا أتى بمرة واحدة فإنه يجزيه ذلك. وأدنى الكمال قال أهل العلم أن يأتي به 3 مرات، وذلك لأنه قد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا قال أحدكم في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا قال سبحان ربي الأعلى في سجوده 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. ولكن الكمال أن يأتي به 10 مرات، الكمال أن يأتي به 10 مرات، كما دل على ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. قال سعيد بن جبير: فحزرنا في ركوعه وسجوده 10 تسبيحات. وجاء أيضا عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: الكمال في التسبيح 7 والوسط 5 وأدناه 3. فتكرار التسبيح في الركوع وفي السجود من الأمور المشروعة المستحبة، وإطالة هذين الركنين. ومن أهل العلم من قال بأنه لا يتقدر التسبيح في الركوع ولا في السجود بعدد معين، وإنما إذا أطال القراءة أطال أيضا في الركوع وفي السجود، والله تعالى أعلم. ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده وجوبا، ومعنى سمع استجاب. فإذا استتم قائما قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وإن شاء زاد: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولو أن يقول غيره مما ورد. وإن شاء قال: اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره. هذا ما يتعلق بالفعل الثالث من أفعال الصلاة، وهو الرفع من الركوع. الرفع من الركوع وهو ركن عند جماهير أهل العلم، وقد دل عليه أدلة كثيرة، منها حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وأيضا دل عليه حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع ولا السجود. وجاء أيضا في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع ولا السجود. ودخل حذيفة رضي الله تعالى عنه كما جاء في مسند الإمام أحمد، دخل حذيفة المسجد فرأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، فقال: منذ كم هذه صلاتك؟ قال: منذ 40 سنة. قال: ما صليت منذ 40 سنة ولو مت وهذه صلاتك مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصله في البخاري. فليتأمل المسلم وليحرص على أن يتم صلاته، فيعرف الأركان ويعرف الواجبات ويحرص على أن يأتي بالمستحبات. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الرجل لا يبلغ 60 سنة ما تقبل منه صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. فالحرص على إتمام الصلاة وعلى الفقه في الصلاة، أن يتعلم الإنسان وأن يراجع ما علمه، لأن الإنسان ينسى. فلذلك لا بد للإنسان ولا بد أيضا كذلك للمسلم أن يحرص على أن يتعلم وأن يتفقه في أحكام دينه وفي أحكام صلاته. فالرفع من الركوع
ركن من أركان الصلاة، وهذا الركن يتضمن أمور عدة. فمما يتضمنه رفع اليدين عند الرفع من الركوع، وهذا هو الموطن الثالث الذي ترفع فيه اليدان. فترفع اليدان في 3 مواطن. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، والموطن الثاني عند الركوع، والموطن الثالث عند الرفع من الركوع، وسيأتي هناك موطن رابع وهو عند القيام من الركعتين. لكن هذه ال3 المواطن جاءت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وعند الرفع من الركوع فإن المصلي يقول: سمع الله لمن حمده، وهذا القول واجب، يجب على المصلي أن يأتي بهذا القول. هذا هو مذهب الحنابلة خلافا لجمهور العلماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هذا القول، فمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول تدل على وجوبه. قالوا: ولئلا يخلو أيضا فعل من أفعال الصلاة من ذكر، فقول سمع الله لمن حمده واجب في الصلاة. ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن أثنى عليه بصفات الكمال والجلال. وقول ربنا ولك الحمد بعد الاعتدال أيضا واجب من الواجبات في الصلاة. فقول المصلي سمع الله لمن حمده إذا كان منفردا أو إماما، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله، واجب من الواجبات. وكذلك قول ربنا ولك الحمد سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما واجب أيضا من الواجبات. ومعنى ربنا ولك الحمد أي استجب لنا ربنا، ولك الثناء بصفات الكمال والجلال محبة وتعظيما. وكما ذكر بأن هذا واجب من الواجبات في الصلاة، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وربنا ولك الحمد قد جاءت في الروايات بصيغ متعددة كما ذكر الشيخ وأشار إلى هذا. جاء بإثبات اللهم والواو، فيقول اللهم ربنا ولك الحمد، وجاء بإثبات اللهم وحذف الواو اللهم ربنا لك الحمد، وجاء بحذف اللهم وإثبات الواو ربنا ولك الحمد، وجاء بحذف اللهم والواو ربنا لك الحمد. فالمشروع أن يأتي بهذا تارة والآخر تارة، بأيها أتى فإنه يجزئه. وهذه هي ال4 الصيغ التي ذكرها أهل العلم: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لأن اللهم ربنا ولك الحمد لم تصح، ولكن تعقبه العلماء فقالوا بأنه قد وردت في حديث أبي هريرة في البخاري الجمع بين اللهم والواو، فعلى هذا تكون صيغة اللهم ربنا ولك الحمد من الصيغ الواردة في الصحيح. وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هل يجمع بينها كل مصلي أو يختلف باختلاف حال المصلي؟ فأهل العلم قالوا، من أهل العلم من قال بأنه يختلف باختلاف المصلي. أما المنفرد فإنه يجمع بين قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد باتفاق العلماء، وممن ذكر الاتفاق على ذلك الطحاوي وابن عبد البر رحمه الله تعالى. وأما الإمام
فالأرجح أيضا من أقوال أهل العلم أنه يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. وأما المأموم فهل يجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال بأنه يجمع بينهما، يجمع بين قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا قول الشافعية واختاره الشيخ الألباني. وللسيوطي رسالة في هذه المسألة سماها دفع التشنيع في حكم التسميع، واستدلوا على ذلك بحديث تكلم أهل العلم في إسناده وهو حديث بريدة إذا قلت سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد. ومن أهل العلم من قال بأن المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده، وهو قول جمهور أهل العلم، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. إذن هذا ما يتعلق بالجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أما ما يتعلق هل يشرع الزيادة في الدعاء على قول ربنا ولك الحمد، أما الإمام والمنفرد فيشرع لهما الزيادة. فمن الزيادة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الدعاء الوارد أهل الثناء ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بينهما أهل الثناء والمجد إلى آخر الدعاء. فإذا كان منفردا أو كان إماما فإنه يشرع له أن يزيد في الدعاء، لكن المأموم هل يشرع له الزيادة في ذلك في هذا الدعاء على قول ربنا ولك الحمد أو لا تشرع له الزيادة؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال بأن المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد فقط، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ذكر النووي بأن هذا فيه دلالة على أن المأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد، فيه دلالة لمن قال بأن المأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد ويقتصر على قول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. ذكر ذلك النووي في شرحه على صحيح مسلم. ومن أهل العلم من قال بأنه يشرع للمأموم أن يزيد في الدعاء فلا يقتصر على قول ربنا ولك الحمد، وإنما يأتي بما بعده من الدعاء، وذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء أيضا ذلك عن الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في البخاري في حديث رفاعة بن رافع أن رجلا بعد أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال الحمد لله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من المتكلم؟ فقال ذلك الرجل أنا. قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. فدل ذلك على أنه يشرع للمأموم أن يزيد على قول ربنا ولك الحمد كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى. والدعاء الذي ذكره أيضا من الزيادة قد جاءت في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بينهما أهل الثناء والمجد
ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لأن لفظ وملء ما شئت من شيء بينهما جاءت في حديث ابن عباس، لكن حديث أبي سعيد جاء فيه ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا من الأذكار التي يقولها بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع. ومعنى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد تقدم الكلام عليها، ولكن معنى ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أي حمدا يملأ تلك المخلوقات على الحقيقة، حمدا يملأ تلك المخلوقات على الحقيقة، ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وقوله أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد أي أنت يا الله أحق، أنت يا الله أحق بالثناء. أهل الثناء يعني أهل المدح، أهل الثناء، الثناء هو المدح، والمجد هي العظمة التي لا نهاية لها. وقوله أحق ما قال العبد يعني أصدق ما قال العبد، فأصدق ما قال العبد هو الثناء على الله، الثناء على الله صدق، بخلاف الثناء على غيره فقد يكون صدقا وقد يكون باطلا. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، كل الخلق عبيد لله تعالى، وهذه العبودية الكونية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لأن العبودية على نوعين، عبودية شرعية للمطيع لله المتبع لأوامره كما قال الله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وعبودية قدرية وهي العبودية لكل المخلوقات، وكل المخلوقات عبيد لله كما قال الله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، سواء كان المطيع منهم أو العاصي، المؤمن أو الكافر، كل الخلق عبيد لله جل وعلا. وهذا معنى قول وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم لا مانع لما أعطيت، فلا يستطيع أحد أن يمنع شيئا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطيه، ولا يستطيع أحد أن يعطي شيئا أراد الله سبحانه وتعالى أن يمنعه، كما قال سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. إذن لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد، ذا الجد منك الجد، الجد يعني الحظ والنصيب والغنى، لا ينفعه غناه وإنما تنفعه الطاعة. وقيل لا ينفعه غناه من الله شيئا، لا ينفعه من الله غناه ولا يغنيه عن النار، كما قال الله سبحانه وتعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. فهذا هو معنى قول ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف مسألة وهي ما الذي تدرك به الركعة، بأي شيء تدرك الركعة، فذكر بأن الركعة تدرك بالركوع، الركعة تدرك بالركوع، إذا أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة. والمجزئ يعني لا بد أن يدرك الإمام قبل أن ينتقل من الحد المجزئ من الركوع. فالحد المجزئ من الركوع ما هو؟ أن تصل يد المصلي إلى ركبتيه، فإذا أدرك الإمام في هذا القدر فقد أدرك الركوع. وأما إذا أدركه بعد أن تجاوز الإمام هذا القدر فإنه لا يعد مدركا للركوع. ولو شك هل أدركه أو لم يدركه فقد قال أهل العلم بأنه فإنه لا يعتبر مدركا للركعة، فيأتي بركعة ويسجد سجود السهو لشكه، هذا إذا شك هل أدرك الإمام أو لم يدركه. فالركعة تدرك بالركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث أبي هريرة في الصحيحين من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، وجاء أيضا في السنن من أدرك الركوع فقد أدرك
الركعة. نعم. فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، ويضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن. ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه وضم أصابعه موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه. وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع. ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه ورجليه. هذا هو الفعل الرابع من أفعال الصلاة، من أفعال الركعة. سبق القول بأن الركعة تشتمل على 6 أفعال: قيام وركوع ورفع من الركوع، والسجدة الأولى، والجلوس بين السجدتين، والسجدة الثانية. هذا هو الفعل الرابع، وهو السجود، السجدة الأولى، وهي ركن في الصلاة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وقد أجمع العلماء على أن السجود ركن من أركان الصلاة، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. والسجود يتضمن أمور، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب وسنة، منها ما هو سنة ومنها ما هو واجب. فمما يتضمنه السجود التكبير عند الهوي إلى السجود، ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى: فيكبر ويخر ساجدا، يخر ساجدا ويكبر. فالتكبير عند الهوي من السجود هذه من تكبيرات الانتقال، وهي واجب من الواجبات في الصلاة، فيجب على المصلي إذا هوى إلى السجود أن يأتي بالتكبير. ولا يرفع يديه، لا يرفع يديه عندما يهوي إلى السجود، بخلاف الرفع من الركوع، فعند الهوي إلى السجود لا يرفع يديه. ويدل على ذلك حديث ابن عمر المتقدم عندما ذكر مواطن الركوع 3، عندما ذكر مواطن رفع اليدين 3، عندما ذكر مواطن رفع اليدين 3 قال: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. فدل ذلك على أنه لا يستحب رفع اليدين عند السجود ولا عند الرفع من السجود للجلوس بين السجدتين. وقد وردت في ذلك أحاديث تكلم أهل العلم في إسنادها، ولهذا ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى بأن الأحاديث الواردة في ذلك لا تنتهض على الاحتجاج بها في غير المواطن المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وللبخاري رحمه الله تعالى جزء مؤلف مختصر في رفع اليدين، ذكر فيه فقال بأنه ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. قال أهل العلم بأن هذا إشارة إلى تضعيف الأحاديث الواردة في رفع اليدين عند الهوي إلى السجود أو للجلوس بين السجدتين إذن يخر المصلي ساجدا من غير أن يرفع يديه. ومما يتضمنه أيضا السجود، وأشار إليه الشيخ، تقديم الركبتين على اليدين عند السجود، أن يقدم الركبتين على اليدين عند السجود. وقد جاء في ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وهذا الحديث رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه،
ولكن يشكل عليه حديث آخر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه. وهذا الحديث أيضا أخرجه أهل السنن. وكلا الحديثين، حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة، لهما شواهد، واختلف العلماء في تصحيحهما وفي إعلالهما وفي الترجيح بينهما. فالخطابي رحمه الله قال حديث وائل أثبت، وابن حجر قال حديث أبي هريرة أقوى إسنادا. ولكن مما يؤيد حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، وهو تقديم الركبتين على اليدين، أن يقدم الإنسان ركبتيه على يديه في الصلاة، أنه ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقديم الركبتين على اليدين، فورد عن عمر وابنه وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأيضا مما يؤيده أن من أهل العلم من قال بأن حديث أبي هريرة فيه قلب، ويدل على ذلك أول الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. قالوا البعير يقدم يديه على ركبتيه عندما يبرك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالحيوانات، فدل ذلك على أن الراوي قلب الحديث فحصل فيه قلب. فالأصل أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه. ذكر هذا الوجه ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن الأقوى والله تعالى أعلم، وهو قول جمهور أهل العلم، أن المصلي عندما يسجد أو عندما يخر ساجدا يقدم ركبتيه على يديه. مما يستحب أيضا في السجود تمكين الأعضاء، أن يمكن الأعضاء، يمكن جبهته وأنفه من الأرض، كما جاء ذلك في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه. وأيضا يستحب أن يجعل أطراف أصابع قدمه مستقبلة للقبلة، فيرص قدمه في الأرض ويجعل أصابع القدم مستقبلة للقبلة، فقد جاء في حديث أبي حميد رضي الله عنه: واستقبل بأطراف أصابعه القبلة، فينصب قدمه ويجعل أطراف الأصابع مستقبلة للقبلة. والسجود يحصل عند جمهور أهل العلم بالسجود على الجبهة، وقال الحنابلة بأن السجود إنما يحصل بالسجود على الأعضاء السبعة، وهي الجبهة ومعها الأنف واليدان والركبتان والقدمان، هذه هي الأعضاء السبعة. وقد جاء الأمر بالسجود عليها في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وأشار بجبهته إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فهذا هو المجزئ من السجود. والسجود أيضا يتضمن عدة أمور، منها أنه يستحب أن يضع يده كاملة في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث البراء بن عازب: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. فقالوا يستحب أن يسجد على اليد كاملة، لكن لو سجد على أصابعه ولم يسجد على راحته، هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ يجزئه ذلك، لكن المستحب أن يسجد على اليد كاملة. وأيضا يستحب كذلك ضم الأصابع عند السجود، لما تقدم أيضا من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه ويجعل أصابعه أيضا مستقبلة للقبلة، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الموطأ، قال: إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه،
فليستقبل القبلة بيديه. أيضا كذلك قال المؤلف مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى: يستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه. يستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه، أي أن يباشر الأرض، فلا يكون هناك حائل، لا يكون هناك حائل متصل بالمصلي. فالحوائل أيضا تكلم عنها أهل العلم. الحوائل في السجود فصل فيها أهل العلم، فقالوا: من سجد على حائل فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون الحائل من أعضائه، كما لو سجد على يديه، فما حكم سجوده؟ قالوا: لا يجزئه السجود، لأنه يؤدي إلى تداخل أعضاء السجود. لو سجد على يديه فإنه لا يجزئه السجود. لكن لو سجد على غير أعضاء السجود، على غير أعضاء سجوده، يعني لو كان الحائل الذي سجد عليه غير أعضاء سجوده، فأيضا فرقوا بينما إذا كان الحائل متصلا به وبينما إذا كان الحائل منفصلا عنه. إذا كان الحائل متصلا به كالثوب وكالعمامة، قالوا: يكره السجود عليه إلا من عذر كشدة حر. لو كان الحر شديد فبسط مثلا شماغه أو بسط عمامته أو طرفا من ثوبه وسجد عليه هذا الحائل المتصل، فلا يكره ذلك، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما جاء في حديث أنس أنهم كان أحدهم يبسط طرف ردائه من شدة الحر، يبسط طرف ثوبه من شدة الحر فيسجد عليه. هذا إذا كان هناك عذر. وأما إذا لم يكن هناك عذر فيكره أن يسجد على حائل متصل به، وذلك لما تقدم من حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يسجد على كور العمامة. إذن هذا ما يتعلق بالحائل المتصل. وأما الحائل المنفصل فيجوز السجود عليه بلا كراهة، وذلك كالفرش وكالحصير يجوز السجود عليه بلا كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على حصير. وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم سجدوا على الخمرة، وهي بساط يتخذ من الخوص. وأيضا كذلك جاء أنهم سجدوا على العبقري والطنفسة، وهي نوع من البسط. وجاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن جدته مليكة رضي الله تعالى عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته، فأكل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال: قوموا فلأصلي بكم. فقال أنس بأن قمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. هذا يدل على جواز الصلاة على الفرش وعلى الحصير وعلى السجاد من غير كراهة، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما تضمنه قول المؤلف: ويستحب مباشرة بطون والمصلي. قال ماذا قال؟ ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه، يعني فلا يكون هناك حائل متصل يمنع من مباشرة الأرض. وأيضا كذلك مما يستحب في السجود أن يجافي عضديه عن جنبيه كما أشار، يجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع أيضا كذلك مرفقيه. فقد تقدم أيضا في حديث البراء بن عازب: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وأما المجافاة بين العضدين والجنبين فقد جاء في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنح في سجوده حتى يرى بياض إبطيه، يعني يجنح يعني يجعل يديه كجناحي الطائر، ومما يدل على أنه يباعد بين الجنبين وبين العضدين. وأيضا كذلك جاء في حديث ميمونة عند مسلم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرج يديه، وحتى لو شاءت بهيمة أن تمر لمرت. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباعد بين يديه. ولكن قال أهل العلم بأنه لو شق المباعد بينهما أو كان أيضا كذلك المصلي مأموما، لو كان المصلي مأموما فإنه لا يبالغ أيضا في المباعد بينهما حتى لا يؤذي من بجانبه. ولو شق عليه المباعدة لطول السجود فلا بأس من أن يستعين على ذلك بالركب، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طول السجود قال لهم استعينوا بالركب. اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طول السجود، إذا انفرجوا قال استعينوا بالركب. أيضا كذلك يشرع المباعدة بين البطن وبين الفخذين، يشرع المباعدة بين البطن وبين الفخذين، وكذلك المباعدة بين الفخذين وبين الساقين، والمباعدة بين الركبتين، والمباعدة بين الركبتين. وقد جاء ذلك في أحاديث عدة، منها حديث وائل الحضرمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خوى في سجوده يعني باعد بين بطنه وبين فخذيه. يقال خوى البعير إذا باعد بطنه عن الأرض. وهل يشرع المباعدة بين القدمين أو المشروع هو رصهما؟ قولان لأهل العلم. فظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا بأنه يشرع التفريق بين القدمين، لأن القدمين تابعتان للفخذين والركبتين، ومن أهل العلم من قال بأنه يشرع رصهما، وهذا قول لبعض الفقهاء واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ويستدلون على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته ساجدا، وكان عليه الصلاة والسلام راصا لقدميه، لكن زيادة كان راصا لقدميه هذه الزيادة تكلم أهل العلم فيها، ومنهم من حكم عليها بالشذوذ. ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى قول سبحان ربي الأعلى، لم يذكر هنا قول سبحان ربي الأعلى، لأنه تقدم وأن ذكره عند كلامه في الركوع، وأن المصلي يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وما قيل في سبحان ربي العظيم يقال أيضا كذلك في سبحان ربي الأعلى. ثم بعد ذلك ذكر الفعل الخامس. نواصل ولا نقف؟ نواصل حتى ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس. لعلنا نتوقف هنا، وإن شاء الله تعالى نواصل في درس آخر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يتقبل منا، ويجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا ولا للشياطين علينا سبيلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.